السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم هاد لي فويتي هادو اولا المورقات بالكريمه اللي دايرين ضجه هنا في تيك توك الفرنسي. يعني دايرين حاله في هاد رمضان، فوق ما كتدخلوا تيك توك كيطلعوا عندكم غير هما. عندكم هما واحد التحليه ديال سبيكيلوس، ان شاء الله غادي نصورها ونشاركها معكم. يعني هذه بنتي اللي كتبقى ديرها في هذا رمضان حتى هي، حيت راكم عارفين اي حاجه كدير الضجه راه كلشي كينوض يديرها. المهم، وبالنسبه لهاد الفيتو، واخا الفكره ديالهم صراحه ماشي زعما فكره جديده اولا شي حاجه، كانوا من قبل غير ولاو رجعوا بالضجه، ولا يعني رجعوهم ودايرين البوز. المهم، هو صراحه اللي زوين فيهم انهم ساهلين دغيا كيوجدوا، كتاخذوا لاباط فيتي اولا العجين مورق. طبعا هنايا على حسب نتوما شحال من بغيتو كميه كبيره كتدوبلوا العجينه، كديروا عجينه وكديروا عليها الثانيه، يعني كتاخذوا جوج ديال لي بات فويتي. انا هنا غادي نديرها غير بعجينه وحده بحال قلتو، والنص غادي نردو على الاخر. وطبعا كيبقى لكم الاختيار على الحجم، بغيتوهم يكونوا كبار. مثلا انا هنا العجينه قسمتها على 4 اولا كما كيبانوا لكم. بغيتوهم كبار كتقسموهم على 8 باش يخرجوا لكم 4 ديال هادو لي فويتي هادو، أه متوسطين اولا كبار. انا هنايا ما بغيتهمش كبار باش هكا حتى في الماكله ديالهم يجيو هكا تقدروا تاكلوهم. قسمتهم على 12، يعني كل نص قسمته على 6 كما كتشوفوا، درتهم صغار. وديك النص الاخر راه غادي نرجعو فوق العجينه الاخرى. كتاخذوا بيضه، كتضربوها هكا، كتضربوها كديروا معاها شويه د الحليب اولا شويه د الزبده. المهم كل واحد وكيفاش، كاين اللي كيدير معاها الزبده، كاين اللي كيدير معاها الحليب، كاين اللي كيدير معاها غير شويه د الماء. انا هنا في الاول خديت بيضه، ما درت معاها حتى شي حاجه. ومن بعد كترشوا العجينه ديالكم بالفاني. المهم كما كتشوفوا هنايا في الفيديو. وصافي كطويو العجينه كل وحده كتردوها على الاخرى، يعني على العجينه الاخرى. يعني صراحه ساهلين. هما صراحه كما قلت لكم دايرين الضجه بزاف بهاد الكريمه هذه، كريم شونتي مع الماسكاربون. انا في الاول كنت باغيه نديرهم بلا كريم موسلين، اللي هي لا كريم باتيسري زايده مع شويه ديال الزبده، كتضربوها حتى كتولي كريم موسلين. من بعد قلت لا، غادي نشاركهم معكم بهذه الطريقه، كيما هما معروفين اولا كيما هما دايرين الضجه يعني مؤخرا. وصراحه كيجيو زوينين وسهلين. المهم كما كتشوفوا هنا كل عجينه كنردها على اختها، وصافي كندخلهم الفران على درجه حراره عاديه، يعني ماشي حتى كيتنفخوا وكيتحمروا من الفوق. صافي كتخرجوهم. هنا من بعد انا هنا كنفرقهم، حيت كما كتشوفوا من بعد ما ردت العجينه على الاخرى يعني جاو ملصقين. فانا ملي غادي يطيبوا غادي يتلصقوا مع بعضياتهم، فضروري نفرقهم كما كتشوفوا. وكما كما قلت لكم انا هنايا خرجت في العجينه 6، يعني تقدروا تخرجوا غير 4 الا بغيتوهم كبار. اولا بغيتو تخرجوا كميه كبيره راه كديروا جوج د العجينات. هنا خديت ديك نفس البيضه باش دهنت العجينه، زدت عليها شويه د الحليب وغادي نعاود ندهنهم من الفوق. وصافي غندخلهم للفران حتى كيطيبوا، يعني حتى كتشوفوهم منفخ يعني هكا منفخين، اولا تضاعف في الحجم ديال لي فويتي. وصافي كتخرجوهم. ومن بعد انا هنايا بالنسبه للكريمه، هذه الكريمه اللي غادي نشارك معكم هي درتها لواحد الفيديو ديال فريزيه، ولكن بطريقه سهله بكريم شونتي مع الماسكاربون. فانا خديت ديك الطريف، حيت نفس الكريمه هي نفس الكريمه تقريبا اللي شاركت معكم في التحليه ديال الفريز في الفيديو اللي فات، غير ديك المره آه، زدت عليها حليب نسلي في بلاصه السكر كلاصي. هنا غادي ندير السكر كلاصي. المهم كما كتشوفوهم هنا من بعد ما خرجتهم من الفران، خليتهم حتى بردوا شي شويه، وبديت كنقسمهم بالموس. راه دغيا زعما كيتفرقوا هكا، يعني غير تاخذوا الموس ديالكم في ديك البلاصه كما كيبان لكم انهم ملصقين وحده على وحده. صافي كتقطعوهم بالموس من ديك البلاصه وصافي. يعني كما قلت لكم راه ساهلين. طبعا اذا كانت عندكم هكا العجينه موجوده في الدار دغيا توجدوهم. اما بالنسبه لي فخوي اولا الفواكه اللي انا درت الفريز، تقدروا ديروا اللي بغيتو. كاين اللي كيديرهم بالفخومبواز، كاين اللي كيديرهم بالمونغ، كاين اللي كيديرهم اي حاجه عندك تقدري ديريها بهم، اولا ديك التوت الازرق، يعني اي حاجه. المهم هنايا كما قلت لكم هذا الفيديو هذا راه فيديو ان شاء الله
المقبل اللي غادي نشارك معكم هو فاش خديت هاد كنت صورت وقلت بما انني صورت فايت لي صورت صافي المهم هزيت نفس الكريمه هي هذه، يعني غير هنايا بما انكم نتوما غديروا هاد لي فويتي غير بعجينه وحده. هنا في الفيديو راه درت 3، ديروا غير وحده ديال بحال قلتي، ديروا غير كاس ديال الحليب، كريمه سائله طبعا تكون بارده، تكون خاصه ديال الحلويات ديك الحمراء، وصافي كتزيدوا عليها ماسكاربون باش تخرج لكم نفس الكميه ديال هاد الفويتي. وديروا غير معلقه وحده ديال السكر كلاصي كما قلت لكم، حيت انا هاد الفيديو هذا دابا ديال الكريمه راه ديال فيديو قادم ان شاء الله اللي غنشارك معكم ديال هذا ديال فريزيي بالكريم شونتي. وكديروا غير معلقه واحده. طبعا اللي بغى يدير كريم شونتي غبره يديرها، انا صراحه ما كتعجبنيش كريم شونتي غبره بزاف، سورتو انا هذيك اللي كنشري هنا عند التواركه كدير ملي كتاكلوها بحال كتاكلوا الكلاص، ما صراحه ما كتعجبنيش بزاف. كنفضل دائما هاد السائله كيكون المذاق ديالها زوين، سورتو ملي طبعا الا عندكم الماسكاربون كتخلطوها مع الماسكاربون راه كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. اولا ديروا فيلادلفيا اللي ما عندوش الماسكاربون، اولا تكتفيو طبعا غير بلا كريم شونتي بوحديتها. طبعا من بعد ما طربتها المهم صافي غناخدها ونعمر بها هاد لي فويتي هادو. المهم هنايا كما قلت لكم ان شاء الله نشارك معكم هذا الفيديو فيديو قادم ان شاء الله ديال هاد الفريزي هذا. هاد الايامات خدامه معكم بنفس الكريمه يعني نفس الكريمه، خرجت منها بزاف د الحوايج، تحليه دابا لي فويتي، ومره اخرى غادي نشارك معكم الكاطو بنفس الكريمه. المهم هنايا طبعا كما كتشوفوا درتها في هاد لابوش هادي وصافي، كديروا هكا على شكل هكا كتديوها وتجيبوها وصافي. وصافي هنا كان غادي نزين بالفريز. طبعا كما قلت لكم تقدروا ديروا اي حاجه او اي فاكهه نتوما بغيتوها. انا كان عندي الفريز هكا متوفر كما قلت لكم، كنت درت به ديك الفريزيي وصافي قلت نشارك معكم حتى هذا الفيديو ديال هاد لي فويتي هادو. وصافي طريقه سهله و... وهكا عاطين المنظر. انا كما قلت لكم في الاول صراحه كنت باغيه نديرهم بهذه بالكريمه، كريم موسلين اللي هي كريم كتاخذوا كريم باتيسير وكتزيدوا عليها غير واحد 50 غرام ديال الزبده وكتطربوها مزيان. طبعا كتخليو لا كريم باتيسير حتى كتكون بارده والزبده تكون بارده، كتطلعوها كتجي هكا الكريمه زوينه. وهي راه باش بكيت تدار الفريزيه، غير انا هاد المره هذا الفريزي اللي درت معكم درتو بهاد الكريمه اللي هي طبعا كتبقى انا بالنسبه ليا اسهل كريمه هي شونتي، يعني سواء كديروها كطربوها دغيا ما فيهاش المراحل بزاف، ماشي بحال مثلا كريم الزبده ولا دوك الكريمات الاخرين كياخذوا شويه د الوقت. اسهل وحده هي هذه يعني. وصافي كنبقى على هاد الطريقه هذه حتى غنكملهم كاملين، ومن بعد غادي نرشهم بالسكر كلاصي من الفوق. وصراحه اللي ما بغاش ديك الحلاوه بزاف يقدر يخليهم هكا، ولكن ديك السكر كلاصي كيعطيهم داك المنظر، يعني منظر هكا زوين من الفوق. وصافي من بعد غادي ناخذ ديك الكريمه عاوتاني اللي بقات لي غادي ندير بها واحد الوريضه هكا من الفوق غير تزين وصافي، ونحط عليها ديك النص الفريزه مقطوعه. صافي نتمنى يعجبكم الفيديو طبعا، وما تنساونيش بلايك ولا كنت اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. المهم هنايا من بعد ما عمرتهم غادي ندير لهم غير هكا واحد شويه ديال التزيين من الفوق. وغادي نزينهم هكا بشويه ديال الفريز. كما قلت لكم دائما تقدروا تديروا اي فاكهه عندكم زعما. وكيجي هذا هو الشكل ديالهم. والى فيديو قادم ان شاء الله، وفي فيديو قادم ان شاء الله غادي نشارك معكم، يقدر نشارك معكم الفريزيه او نشارك معكم شويه يعني ديال هكا المملحات. المهم شويه ديال الملح بلا ما نبقاو في الحلو. المهم مازال ما عرفتش على حساب، ولكن عندي الفيديو ديال الفريزيه جاهز، يعني كنت صورته غادي الا درت له المونتاج ان شاء الله نشاركه معكم. ولا يلا بسلام عليكم ورمضان مبارك سعيد.